هاي يا جيرلز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يا رب. النهارده جايلكوا بريفيو مختلف تماما. عدسات شي ان. طبعا موقع شي ان الفترة اللي فاتت نزل عدسات انواع مختلفة. انا جبت اللي هو النوع ده، اللي هو النوع الثانوي. تمام. قلت هجرب في واحدة. طبعا انا كنت خايفة جدا جدا، واغلب البنات يعني كل البنات اصلا خايفة ان هي تجرب عدسات شي ان. عشان كده انا قلت هنقل لكم تجربتي. وبالمناسبة برضو جايبة الضوافر والعقل دي من شي ان، بس انا النهاردة هكلمكم عن العدسات بس. تمام. هنقل لكم تجربتي بالتفصيل، وهقول لكم عيوبها ومميزاتها وكل حاجة. يا جماعة تابعوني وحطوا لي بقى اللايك والسبسكرايب للقناة بتاعتي عشان تكبر بيكم. مبدئيا العدسة ده شكلها من جوه. لون العدسة اسمها او ماي جاد جرين. بس هي لونها جراي على ازرق، او ازرق على جراي، اللي هو رمادي. تمام. ملهاش اي علاقة خالص بالاخضر. عشان بس ما تتفاجئوش وانتوا بتطلبوها تقولوا هنجيب اخضر فتطلع ازرق. تمام. لا، هي اسمها او ماي جاد جرين، بس هي من جوه رمادي على مزرق. تمام. طبعا هنا انا هوريكم تفاصيلها من جوه عامله ازاي ومحتوياتها وكل حاجه. طبعا يا جماعه ده التغليف بتاعها. على فكره هو التغليف بتاعها حلو مش وحش. الباكنج بتاعتها حلوه، متكلفه يعني، شكلها نظيفه. جاي معاها ده طبعا اللون اهو. وجاي معاها اللي هي العلبة الصغيرة دي. بالنسبة لي كانت حاجة حلوة جدا. اللي هي العلبة الصغيرة البلاستيك اللي بتحط فيها العدسات دي، ما كانتش بتجيلي مع اي عدسة تانية. تمام. ده محتوياتها من جوه اهو. وده لونها من جوه. طبعا انا غسلتها بالمحلول بتاعي وسبتها في المحلول شويه، عشان بس اضمن ان هي متعقمه، مع ان هي مكتوب عليها ان هي معقمه. بس طبعا انا كنت قلقانه جدا جدا ان انا استخدمها اصلا، اللي هو ازاي عدسه صيني واحطها في عيني ومش عارف ايه، مع ان اغلب المنتجات اللي احنا بنستخدمها اصلا صيني. فده يا جماعه لونها من جوه اهو. تحسوا ان هي اصلا عاطيه على ازرق اكتر من رمادي اصلا. بس هي بصراحه لونها حلو، لونها شدني يعني، مش وحشه. مبدئيا يا جماعه انا اول ما لبستها كانت مريحه معايا. هقول لكم مميزاتها وهقول لكم عيوبها. اول ما لبستها كانت مريحه. لونها قوي، لونها ظاهر قوي، وبتوسع كمان العين. قطرها كمان مناسب جدا لعيوننا، لعيني او عيون اغلب العرب اصلا. باينه في العين السوداء، وباينه في العين الغامقه. اعتقد ان هي تنفع كمان البنات اللي عينيها ضيقه. بتوسع العين، بتديلها كده قطر حلو ورسمه حلوه. بس انا شايفاها ان هي تنفع اكتر في مناسبات او سهرات او في البيت. ما تنفعش تتلبس بالنهار خالص. شكلها بالنهار مش هيكون لطيف خالص، لان لونها قوي جدا. كمان يا جماعة من ضمن مميزاتها ان سعرها حلو قوي، مش غالية خالص بالنسبة لان هي عدسات سنوية. تمام. هتكلم بقى عن عيوبها. اولا عيوبها قطر او سماكة العدسة. سميكة شوية، زي العدسات القديمة اللي كنا بنستخدمها زمان. هي سمكتها سميكة شوية، مش زي اللومينوس بقى والعدسات التانية اللي هي الخفيفة قوي دي. لا، هي سميكة شوية. فمش هتنفع العيون الجحظة او العيون الواسعة، مش هتنفع معاها خالص نهائي. هتبقى باينة. اللي هو العين من الجنب كده، تحس ان هي في حاجة زهرة. لا، مش هتنفع. هي عايزة عين ضيقة او عين العادية، لكن العين الجحظة مش هتنفع معاها. تمام. ده بالنسبة لعيبها. كمان عيبها ان زي ما قلت لكم ان هي ما ينفعش ان هي تتلبس بالنهار، لان لونها قوي قوي واوفر. يعني هي بصراحة اوفر، ولونها ظاهر قوي. فما حبت، ما ينفعش بقى الصبح بقى والشمس طالعه نمشي باللون ده في الشارع. هيبقى كأننا ماشيين بزراير في عينينا. ما بحبش انا المنظر ده. فبس هي حلوه بالليل وحلوه في السهرات، ولونها قوي جدا وحلوه كمان مع ميك اب والكلام ده كله. انا لسه ما جربتش ان انا البسها في فترات طويله، اللي هي ساعات طويله، عشان برضو اقول لكم. بس انا اول ما البسها فتره طويله هكتب لكم في صندوق الوصف او في كومنت مثبت على القناه بتاعتي او على الفيديو. لكن هي عموما ما تعبتنيش في عيني. تمام. لكن انا برضو لسه ما جربتهاش فترات طويله، عشان برضو يعني اكون منصفه.
تجربة حلوة، تجربة مش وحشة، مش سيئة خالص، أديها يعني 8/10. حلوة يا جماعة بالنسبة لسعرها، وحلوة بالنسبة لجودتها. ان شاء الله ممكن ابقى اجرب منها درجات تانية تكون اهدى من دي شوية عليا، عشان دي لونها صريح قوي في عيني. اتمنى يكون الريفيو بقى عجبكم، واستنوني ان شاء الله في ريفيوهات وفيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.